آه، طيب خدت كورس كونتنت قبل كده ولا لا؟ كونتنت ماركتنج، كونتنت رايتنج، قرأت حاجة في الكونتنت؟ اوكي. طيب خلينا نبدأ على إن شاء الله. استنى نشوف السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الورك شوب ان شاء الله بتاعت النهارده يا شباب هنتكلم فيها على ازاي ان انت تبتدي تحول الفيتشر لبنفيت علشان تقدر من خلالها ان انت. الصوت سامعين الصوت كده؟ كده الصوت واضح ولا لا؟ كده واضح؟ تمام، زي الفل. فاحنا زي ما قلنا الورك شيب ده هيكون بتتكلم عن ازاي ان احنا نحول فيتشرز لبنفيتس علشان نقدر ان احنا من خلالها نبتدي ان احنا نقدر نبيع. تمام. هنعرف يعني ايه فيتشرز، يعني ايه بنفيتس، وازاي ان احنا نقدر نحول الفيتشرز بتاعت المنتجات او الخدمات بتاعتنا لبنفيتس خلال الورك شيب دي ان شاء الله. تمام. طيب عندنا تاج لاين كده هنبتدي نشتغل بيه، وهو your uniqueness matters. ايه يعني ايه بالظبط your uniqueness your uniqueness matters؟ your uniqueness matters. لو حد شاف الاد كاب اللي انا كنت كاتبها بعلن بيها عن سلسله الورك شوبس، فلا ان انا ابتديت كلامي ان كل كاتب محتوى او كل كاب رايتر مننا عنده الحاجه اللي بتميزه وبتخليه متفرد عن غيره. ممكن يكون بفكره، ممكن يكون بطريقته، ممكن يكون بشغله وهكذا. فكل واحد عنده تميز وتفرد. التميز بتاع أي شخص في الدنيا هو إن هو يكون هو. يعني التميز بتاع محمد إن هو يكون محمد، التميز بتاع داليا إن هي تكون داليا، وهكذا. وبتعمل اللي هي بتعمله، لأن في الغالب هتكون بتعمله بشكل مختلف عن أي حد. تمام. لكن ممكن الاختلاف ده او التفرد او التميز ده ممكن ما يكونش واضح شويه بالنسبه للشخص، فيحتاج ان هو يشتغل على نفسه شويه عشان يقدر يوضحه، او يقدر يلاقي التميز بتاعه والتفرد بتاعه فين، ويبتدي يثقل الحاجات دي عنده علشان يقدر ان هو يتحرك بشكل احسن وفي اتجاه وبسرعه اقوى وهكذا. طيب ده كده يور يونيكنس. طيب ماترز ليه بقى؟ هي تهم اي حد غيرك، يعني تهمك انت وتهم اي حد غيرك. فانا متميز في حاجه معينه، فممكن تكون مهمه لحد تاني هو عايز يتميز في الحته دي. مثلا على سبيل المثال ممكن يكون معانا حد هناك هو اكسبيرينس مثلا في الستوري تيلينج، وخصوصا في منتجات السكين كير. الراجل ده او البنت دي بتقدر ان هي تطلع ستوري تيلينج كوبي رايتنج، يعني يكون مبني على ستوري تيلينج. واشتغل بيه كتير جدا في البرودكتس بتاعت السكين كير. ممكن تكون هي اشطر حد في الحته دي. تمام. فمن خلال ان هي اشطر حد في الحته دي ممكن يكون مهم بالنسبه لي كحد مثلا لسه داخل في المجال جديد، او عايز اتعرف على مجال السكين كير او الستوري تيلينج واستخداماته وهكذا. فممكن الجا للبنت او الولد اللي هو شاطر في الحته دي، وان انا ابتدي ايه، اتعلم منه، ان انا ابتدي افهم منه، اتبادل خبرات معاه. وهو ده هدف الكوميونتي بتاعنا اللي احنا بناه، وخلينا التاج لاين بتاعه يور يونيكنس ماترز. ان كل واحد فينا في الكوميونتي عنده حاجه مميزه وعنده حاجه متفرده هو متفرد بيها. هنا بيكون المكان بقى، الكوميونتي بيكون المكان اللي احنا بنكون فيه مع بعض،
بحيث ان احنا نتبادل خبرات، نتعلم تاكتكس وتكنيكس جديده في الكتابه، في التفكير، في الورك فلو، في الايديا، كل الحاجات اللي لها علاقه بالكونتنت والكاب رايتنج، نقدر نفيد بيها بعض علشان نثقل المهارات بتاعتنا، وعشان نقدر نطلع شغل احسن باذن الله. طيب انا مين؟ انا محمد عبد الرحمن، عندي اكسبيرينس اكتر من 4 سنين، داخل في 5 سنين اهو. في الديجيتال، في الماركتنج، في العموم اشتغلت سيلز، اشتغلت ماركتنج سبيشالست، اشتغلت سوشيال ميديا سبيشالست، اشتغلت كاب رايتنج، كاب رايتر وكونتنت كريتور، في اكتر، يعني الكلام ده كله على مدار ال4 5 سنين. اشتغلت في اكتر من شركه، منها جروث انجن، منها سترا، منها ايجنسي اسمها زودياك كنت فيها ديجيتال ماركتنج دايركتور، منهم برضو بلان بي، دي كانت ايجنسي، منهم اد بوكس، دي ايجنسي، وحاليا شغال سوشيال ميديا ماركتنج مانجر في زد جروب، دي شركه مقرها في السعوديه. وقدرت خلال الفتره دي الحمد لله بفضل الله ان انا اشتغل مع اكتر من آه، حوالي 15 ل 20 شركه، وحوالي 5 كلاينتس مثلا، او من 5 ل 10 كلاينتس فريلانسنج كبيرسونال براندنج. من الشركات اللي اشتغلت معاها، يعني كان في لجنه تبع وزاره الحج والعمره، وزاره السياحه، لجنه الحج والعمره، وشركات برضو مختلفه زي تشيكن فيلا، زي الوسام للسياحه، وهكذا. دي الاكسبيرينس بتاعتي بشكل صغير جدا في الماركت، في ال4 أو 5 سنين بتوعي في الشغل. ابتديت منين؟ ابتديت ان انا درست مع دكتور رامي خضير ماركتنج، وما يسمى بالتراديشنال ماركتنج، او ماركتنج مانجمنت. ده انا بفضل اسميه كده، ماركتنج مانجمنت كان هو بروجرام. بعد كده اتعلمت طبعا ديجيتال ماركتنج مع اسمها ايه، ايجي فورورد، بالظبط ايجي فورورد، واي ام فين دي، وطبعا اسامه صلاح، وهكذا. وكان في حاجات تانية برضو كتير، ما بين كتب، ما بين ارتكلز أجنبية، كنت ببتدي إن أنا أذاكر وأطبق بيها، وهكذا، لحد ما الحمد لله قدرت إن أنا أبتدي آخد واي كويسة في الحتة دي. طيب، لحد هنا، قبل ما نبدأ الورك شوب ونخش بقى في التفاصيل العميقة إن شاء الله بخصوص الورك شوب، في أي حد عنده أي حاجة عايز يسأل عنها، عايز يتكلم فيها قبل ما نبدأ؟ تمام. تمام. ثانية واحدة يا جماعة. طيب، نتوكل على الله. أول حاجة عندنا هو سؤال ممكن يكون ناس كتير ما اشتغلتش أصلا، أو ما حضرتش أي كورسز أو حاجة في الكونتنت. السؤال باختصار شديد، إيه هو أصلا الكونتنت؟ علشان نكون واضحين بخصوص الحتة دي، الكونتنت في النهاية هو رسالة. ثانية واحدة. قطع- قطعنا كتير. طيب خلينا نبدأ. طيب، كنا بنقول إن الكونتنت هو في الأول وفي الآخر مسج. يعني إيه مسج؟ هي رسالة آه، بتروح ما بين شخصين، يعني بيكون في مرسل، شخص بيبعت مسج، وفي مستقبل، شخص اللي هو بيستقبل المسج. المسج دي نفسها اللي بيكون في النص راحة وجاية ما بين الطرفين دول، هم هو ده الكونتنت. فلما نيجي نقول مثلا انا راجل بكتب كونتنت، سواء مثلا شغال خلينا نقول في العقارات، فانا مثلا عندي السوشيال ميديا بلاتفورمز، او عند مثلا عندي الاكونت بيرسونال براندنج بتاعي، انا حد سيلز مثلا في العقارات، وببتدي ان انا
بعمل بيرسونال براندنج لنفسي علشان اقدر ان انا من خلال البيرسونال براندنج ده ابني ابني فان بيز مثلا كويس، هو انترستد بان هو يشتري مثلا عقار في التجمع مثلا الخامس. اوكي. فانا عندي في كونتنت بنزله على السوشيال ميديا بلاتفورمز، عندي السوشيال ميديا اكونتس عندي. ممكن يكون مثلا، خلينا نفترض ان هو ريل، تمام، انا بنزله على انستجرام. الريل ده بقول فيه مثلا، بحكي مثلا فيه قصة صغيرة مثلا عن تطور التجمع الخامس خلال مثلا آخر 10 سنين. تمام. باختصار شديد جدا يعني، أنا مثلا بصور الريل ده، فأنا الشخص المرسل لرسالة معينة. تمام. الرسالة نفسها هو الريل، والكلام اللي موجود جوه الريل. تمام. العميل او الفولور اللي عندي او النون فولور بس هو انترستد بالعقارات ويظهر له الريل بتاعي، ده المستقبل للمسج بتاعتي. تمام. فاحنا عندنا واحد مرسل، واحد مرسل اليه، وفي النص فيه مسج. لكن بيحوط الثلاثه دول، المرسل والمرسل اليه والمسج، بيحطهم حاجه اسمها نويز، دوشه، ضوضاء. تمام. يعني ايه نويز او دوشه او ضوضاء؟ لما انا اجي مثلا ابقى واقف في الشارع وماشيين ماشيين مثلا مع بعض في وسط البلد، ووسط البلد يوم زحمه جدا وعربيات وناس كتير وماشيين مع بعض مثلا، وبقول كلمه معينه ليك، فانت من الدوشه ومن الصوت ما سمعتهاش. تمام. فانا ممكن اكون ما خدتش في حسباني ان انا اقول الكلام اللي انا عايز اقول لك، ممكن يكون كلام مهم جدا، بس انا ما قلتهوش في الوقت المناسب اللي لازم اقوله فيه. تمام. فلازم وانا ببعت المسج بتاعت العميل بتاعي، الكونتنت بتاعي من خلال السوشيال ميديا، الكونتنت بتاعي من خلال مثلا بوست معين او صوره معينه او فيديو معين، لازم اخلي بالي من المسج بتاعتي تكون واضحه وصريحه، وتكون بعيده كل البعد عن اي نويز ممكن يكون بيحصل. حلو. يعني في مثال بسيط. لما كنا بنشتغل في سترة، لما كنت بشتغل مع سترة، كنا بننزل البوستات بتاعتنا، عمرنا ما كنا بننزل البوستات بتاعتنا في مثلا ايه ساعة، يعني ايه، ما تلاقيهاش مثلا بتنزل الساعة واحدة بالظبط، اتنين بالظبط، تلاتة بالظبط، أربعة بالظبط، واحدة ونص بالظبط. لا، كنا ممكن تلاقيها بتنزل واحدة و7 دقايق، اتنين و13 دقيقة بوست على على الفيسبوك مثلا، أو على 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 الفيسبوك. ممكن تلاقي بينزل مثلا 6 و17 دقيقة. بنبعد عن أوقات الصلاة شوية. ليه؟ بحاول إن أنا أكون بعيد كل البعد عن الضوضاء أو النويز اللي موجودة. طب هي فين بقى هنا الضوضاء أو النويز اللي ممكن تكون موجودة؟ معظم الشركات، معظم البوستس اللي بتنزل على السوشيال ميديا بتنزل، معظمهم بينزل في وقت محدد. تلاقيه واحدة، واحدة وعشرة، واحدة وربع، واحدة ونص، اتنين الا ربع، وهكذا. تمام. فاحنا كنا بنحاول نزق شويه، فتلاقي مثلا موجة بوستات طلعت مع بعض. تمام. بعدها بشويه في البوست بتاعنا طلع، فبنحاول ان احنا نتفرد شويه باننا نبعد من النويز. تمام. آه، بما ان الكونتنت مسج، فلازم نخلي بالنا من 3 حاجات يكونوا موجودين في المسج بتاعتنا. المسج بتاعتنا لازم يكون ليها purpose، لازم يكون ليها غايه، لازم تكون كلير، واضحه، لازم تكون يونيك، مميزه. اوكي. ليها بيربس يعني ايه؟ يعني البيس اوف كونتنت دي العميل لما يقراها، تمام، هو هيستفاد ايه وانا هستفاد ايه؟ هو هيستفاد ايه كعميل، وانا هستفاد ايه ككونتنت كرييتور بشتغل لدى بزنس معين. تمام. فانا مثلا عندي ديجيتال ماركتنج ايجنسي مثلا، فقررت يعني مثلا قاعدين بنعمل ايديشن علشان ننزل بوست مثلا نحاول ان احنا نجيب بيه ليدز، نحاول نجيب بيه كلاينتس جديده. فقلنا والله طب تعالى نعمل مثلا ريل بنتكلم فيه عن ريفيوز لاقوى 3 عملاء اشتغلوا معانا اخر مثلا شهر او اخر 3 شهور. اوكي. ايه الغايه من ال
من الريل ده هو ان انا الهم الناس، او الهم البروسبكتس بتوعي، العملاء المحتملين بتوعي، بان انا هقدر اساعدهم بان هم يحققوا مثلا جروث في السيلز بتاعهم في الاي كوميرس مثلا. اوكي. آه فهنا في بيربس. فالعميل هيستفاد ايه؟ هيستفاد ان هو هيشتغل احسن، وهيزود المبيعات بتاعته بشكل افضل. وانا عندي بقول لك شويه ريفيوز بناء عليها انت هتقدر يعني ايه تثق شويه في الايجنتس بتاعتنا وفي الكلام اللي احنا بنقوله. والناحيه التانيه انا في بيربس انا مستفاد منها برضو، وهي ان انت هتجيلي ككلاينت فهتدفع فلوس، فانا هقدر مثلا ادفع المرتبات واقدر يبقى في ربح وهكذا، فتبقى وين وين سيتويشن. طيب بالنسبه للمسج تكون كلير، حاجة مهمة جدا 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 جدا. ابعد عن الكلام اللي هو حشو في الكونتنت بتاعك. اتكلم في حاجة محددة واضحة صريحة تهم العميل بتاعك، البين بوينت بتاعته او التشالنج اللي هو فيه، او البروبلم اللي هو واقع فيها، او الاوبجيكتيف اللي هو عايز يحققه. اتكلم عن حاجة واحدة. تمام. ما لاقيش مثلا الكونتنت بتاعك او الاد كاب بتاعتك وانت كاتبها للعميل بتاعك مثلا عشان تخليه يشتري شنطة ظهر مثلا اللابتوب بتاعه، تقعد تكلمه على 50,000 فيتشرز. تمام. وهو ممكن ما يكونش مهتم غير بواحدة بس فيهم. طب ما أنا لو دارس العميل بتاعي كويس، هطلع بين بوينت معينه او ثلاثه بين بوينتس، وهكتب عن كل بين بوينت مثلا كونتنت او اد كوبيز بانجلز مختلفه وهكذا. اوكي. فلازم اكون كلير، بلاش الحشو الكتير، لازم اكون واضح للعميل بتاعي. العميل لما يقرا البيس اوف كونتنت بتاعتي يبقى فاهم انا بقول له ايه، وعايز منه ايه، وعايز افيده ازاي، وعايز ياخد خطوه معايا عامله ازاي. اوكي. لازم تكون يونيك المسج بتاعتي. ليه؟ لازم اكون مختلف عن السوق. المثال اللي انا ضربته في نفس الورك شوب دي بتاعت يوم الخميس اللي فات، ان احنا كنا شغالين مع شركات سياحه كتير، واحده منهم من اقوى او اكبر شركات السياحه اللي موجوده هنا في مصر. للاسف واحد من المجالات اللي مهدور حقها في مصر. ازاي؟ كل شركات السياحه، وهي بين قوسين يعني برضو شركات سياحه دينيه بس، كل شركات السياحه الدينيه البوستات بتاعتها اسطمبة واحدة، الكونتنت بتاعها اسطمبة واحدة. تمام. سواء هو سيلز، سواء educational، سواء انسبيريشن، كله اسطمبة واحدة. فتلاقي شركات السياحة الدينية بتيجي تتكلم، تحط مثلا في الاد كاب بتاعتها آية في الأول بتتكلم مثلا عن العمرة أو عن الحج، أو حديث عن العمرة أو الحج. وبعد كده إحنا شركة كذا 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 كذا، أجمد شركة في مصر كلها. وبعد كده رحلة عمرة مش عارف 5 نجوم فندق إيه، 1 2 3 4 5 كام فيتشرز، ومثلا 3 نجوم مش عارف إيه كذا 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 كذا. تمام. كل السوق المصري شغال كده. في حين ان دي حاجه ممكن تبقى سلبيه، ممكن تبقى ايجابيه، بس سلبيتها اكتر من ايجابيتها. ليه؟ لان كل العميل شايف كل الكلام واحد. اما انا يعني ايه المميز؟ طب ما انا بدل مثلا ما اكلمه عن 50,000 فيتشر او 50,000 حاجه هو محتاجها في رحله العمره بتاعته او رحله الحج بتاعته، امسك بوينت بوينت واتكلم عنها واسرد واعمل ستوري تيلينج و... واعمل اديوكيشنال كونتنت، واعمل سيلز كونت سيلينج كونتنت وهكذا. تمام. كان في المثال برضو اللي ضربته المره اللي فاتت هو شركه نسك. كانت في الفتره اللي انا كنت شغال فيها معاهم، مع الشركه دي، كانت عامله كامبين من اقوى الكامبينز اللي انا بصراحه شفتها. كل شويه بتتكلم عن حاجه شكل، تعالى خد تاشيره بتاعتك، في مثلا تيزر كامبين لحاجه معينه وهكذا. طيب ايه اللي بيخلي، ايه اللي خلاني مثلا ما غيرتش في الموضوع ده؟ العميل نفسه. العميل نفسه هو لا شايف ان هو ده الصح، هو ده الكونتنت المفروض يتكتب. طب حاولنا نقنع، تمام تمام، ما اقتنعش خلاص. وكنت شغال الشركه دي مع ايجنسي كمان، فالقرار في الاول في الاخر مش بتاعي، في اونر للايجنسي وفي اونر الشركه نفسها. اكتب يا محمد كونتنت بالطريقه الفلانيه وهكذا. طيب تمام.
لكن خلي بالك عشان في 1 2 3 4 5، والافضل ان احنا نعمل 1 2 3 4. عايز تعمل يا باشا يلا بينا نشتغل في الواي اللي انت عايزه، مش عايز يبقى نشتغل في الواي الصح. هو اللي القرار في الاخر. طيب البيربس اوف كونتنت عشان نبقى واضحين، هو valuable asset، تمام، بيجنريت ريفينيوز. حلو. اصل كأن انا كده مثلا شاري بيت ده عندي بيت مثلا بتاع حوالي 6 او 7 ادوار، ومأجر الشقق اللي فيه، فهو اصل بيدخل لي فلوس. هو ده الكونتنت بالنسبه للبيزنس. عشان كده مش ما بينفعش ان احنا نروح دايما بسيلز كونتنت. لازم يكون في educational content، inspirational content، في انواع مختلفه من الكونتنت ومن الكونتنت تايبس والكونتنت ثيمز، علشان نقدر من خلالها ان احنا نبني ريليشن شيب كويسه مع العميل، ونقدر نبني براندنج كويس، نحط براند، نحط نفسنا في ايمج معينه في عقل العميل عشان نقدر ان احنا نستمر ونخلي الكونتنت بتاعنا يقدر يجيب سيلز. زي سترا بتشتغل معظم بتاعي شغلها من الاورجانيك كونتنت. الاورجانيك كونتنت عامل معاها احلى شغل. ليه؟ هي عملت اسيت كويس. وان مثلا في اختلاف كتير من بعض الناس مع مثلا بعض الكونتنت اللي بينزل من سترا او كده، ماليش دعوه بموضوع الخامات بقى والكلام ده كله، بس انا بتكلم في كونتنت ماركتنج. زي ما دكتور ايهاب مثلا بيقول الاشهر هو اللي بيبيع اكتر. اوكي. فانا لازم يكون عندي اسيت كويس، ابني اسيت كويس من كونتنت البيزنس بتاعي او الشركه اللي انا شغال معاها، عشان تكون سبب في باذن الله بعد توفيق ربنا عز وجل انها تعمل ريفينيو للعميل ده. عارفين الموضوع بتاع سيل مي ذيس بين، بيقل القلم ده؟ طبعا عارفين احنا اي حد سيلز تعرض، بيتهيألي ممكن يكون بنسبه كبيره تعرض السؤال ده او الموقف ده في انترفيو. وفيلم ذا وولف وول ستريت، المقطع المشهور يعني في الفيلم بتاع سيل مي ذيس بين. هنا انا مش هسألك مش هقول لك سيل مي ذيس بين واسمع منك، بس انا عايز اقول لك على حاجة مهمة، وهي سيل مي ذيس بين ليه معظم البياعين بيفشلوا في الموقف ده في في الانترفيوز. علشان بيبص يعني الاختلاف في البرسبكتيف بتاعه، تمام، المنظور بتاعه من ناحيه المنتج او الخدمه اللي هو بيقدمها. تمام. طب انا ليه بقول بياعين؟ لان احنا اصلا ككونتنت كرييتورز كاب رايترز احنا بياعين، بس مش بنبيع مع العميل دايركت ميتنج وفون وكده، احنا بنبيع معاه اونلاين. بشتغل معاه اونلاين عشان ابيع له، بقنعه وبحل اعتراضاته اونلاين من خلال الكونتنت اللي انا بقدمه، بشد انتباهه، ببتدي ان انا احاول اخليه ينزل يكلمنا في التليفون، او يحجز معانا مش عارف مثلا كشف من خلال واتساب، او يخش يعرف اللوكيشن بتاعي فين، او يشوف الريفيوز وهكذا، وابني معاه ثقه. اوكي. فانا بياع الكونتنت كريتور ستاب رايتر، بياع. تمام. تعال نبص على common perspective للموضوع ده، اللي هو سيل مي ذيس. هتلاقي كتير عنده منظور كده اللي هو ايه، احنا الشركه بتاعتنا واحده من اجمد واقوى الشركات في العالم كله. اجمد واقوى الشركات في ايه؟ في السياحه الدينيه. طب ايه اللي يثبت لي؟ ما فيش اللي يثبت لي، بس احنا جامدين. our product is the best. احنا عندنا اجمد برودكت ممكن تشتريه في الدنيا، افضل برودكت. اه. طب ايه اللي يثبت؟ لا والله ما فيش. هتلاقي تسمع صوت صرصور الحقل كده، وهو ايه؟ ما تيجي تساله السؤال ده. The product has 1 2 3 4 5 6. الشنطة دي جامدة قوي، مصنوعة من الجلد، ووتر بروف. الشنطة دي فيها 3 سوست. الشنطة دي وزنها خفيف، بتشيل بمساحة كويسة. الموبايل ده 8 جيجا رام أو 16 جيجا رام. الكاميرا بتاعته 50 ميجا بكسل. شاشة مش عارف 120 هرتز وهكذا. فيقعد حد من السيلز او يعني وات ايفر، حد من اللي بيوصل مسج يبيع بيها، او يقنع بيها عميل، او يحل بيها اعتراض، احنا البرودكت بتاعنا فيه 1 2 3 4 5، ويقعد يعد الفيتشرز. طب ده صح ولا غلط؟ هنعرف برضو دلوقتي. باي اور جريت برودكت. تعالى بقى اشتري المنتج الجامد بتاعنا. طب اشتريه ليه؟
تعالى بس اشتري. تمام. فدي بعض البرسبكتيف، الكومن برسبكتيف اللي عند بعض الناس. مش لازم كوبي رايترز او كونتنت كرييتورز، ممكن يبقى سيلز بيرسون، ممكن يبقى ماركتير او سوري ماركتنج مانجر، ممكن يبقى بزنس اونر. تمام، عنده الكومن برسبكتيفز دي. حابب اسمع منكم، آه، ولو الافضل يبقى صوت علشان يعني ايه يبقى الموضوع اسرع. هل إيه رايكم في البرسبكتيف دي؟ هل هي كويسه ولا لا، وليه؟ يلا بينا يا شباب. اللي مش هيعرف يفتح المايك يكتب، لا يعرف طب خلينا نقول كده، داليا. ايوه محمد. ازيك يا داليا؟ الو سامعيني كده؟ اه انا سامع تاني، معلش. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ كله زي الفل، انت عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ كله زي الفل والله، انت عامله ايه؟ يا الحمد رب. لله تمام. زي الفل والله، ساويني عشان شكل الصوت غالبا فيه ديلي. طيب تمام كده سامعيني. اه هي تقريبا النتورك بتاعت الانترنت عندي مش اوكي، الصوت كده واضح تمام. كويس جدا. اوكي. قول لنا بقى ايه رايك في الكومنت برسبكتيف اللي احنا اتكلمنا عنهم، وهل هم صح ولا غلط وليه؟ بص، هو انا من خبرتي انا اوريدي الخبره بتاعتي كلها في الريل استيت. اوكي. انت عارف، انت طبعا انا مع ان انا لو هذكر بوينت تكاتش بيها العميل اكتر من ان انا اتكلم كتير، لان العميل دلوقتي انت ذات نفسك لازم تقيس المحتوى بتاعك، او لما تيجي تعمل محتوى تقيسه على نفسك. هل انا بحب القراءة كتير؟ فلا، العملاء دلوقتي مش بتحب تقرا، اللي هو اديني المختصر، انت عايز تقول لي ايه، او وصل لي امم. المسج بتاعتك في فيديو، فانا اسمع اكتر من ان انا اقرا. حلو. صح. دي اكتر حاجه بتكاتش قوي مع العملاء، او اكاتش بيه بوينت مثلا معينه. لو انا جميل. هعمل حاجه، كنت لسه عامله حاجه قريب، فكانت جايبه، كان عندي فيلا، كان عندي شركه ما كانت عامله خصم الكاش بتاعها 50%، فانا كنت كاتبه تمام. فيلتين بسعر فيلا. فيلتين بسعر فيلا. اه انا كتبتها كده وطرحتها امم. كده، وفعلا لا، البوست جاب كتير. طب ازاي؟ طب مش عارفه حلو. ايه، واشترط اسعار من 5 مليون. فانت ب5 مليون بتاخد تاون هاوس. انت اوكي. عارف ان اسعار احنا بنستارت من 10 دلوقتي، وفي مكانه بالظبط. المات عشان ناخد تاون هاوس. لا انا بقول لك ب5 مليون، بالعشرة هتاخد 2 تاون هاوس، فواحده ليك واحده استثمار. امم. بالظبط. بس فانا مع الاختصار، ومع التوضيح للعميل ان انا ما هريش كتير معاه. سوري في حلو. المصطلح بس. آه، هو يعني ده هو ده لا، صح. العملاء دلوقتي بتدور على حاجات مختصرة، لكن موضوع تعبير وبوينت وهكذا لا، مش حلو خالص. وبالنسبة لشركات العمرة كان عندي تعليق. أنا فعلا عندي مشكلة برضو مع المحتوى دي، اللي هي آية قرآنية، واحجز لك 5 ليالي في فندق ما جنب بالظبط. الحرم وشكرا. ده حقيقي. احنا دخلنا اشتغلت يعني شوية محترمين مع شركات العمرة والحج السياحي، مع حوالي بتهيألي 5 شركات أو 4 شركات حاجة زي كده، وقعدنا مثلا بتاع حوالي شهرين 3 حاجة زي كده. لا فعلا كلهم عايزين نفس المحتوى. اه هو كلهم فعلا. حرفيا عايزين نفس المحتوى. أصل لسه. فلان الكلمة اللي يعني ممكن تجيب له جلط. بص الشركة الفلانية احنا عايزين نبقى زيها، والشركة الفلانية دي بالظبط. أصلا بتقلد الشركة الفلانية، والشركة الفلانية وهكذا. الفلانية بتقلد، هم كلهم بيقلدوا واحد، هي اسطمبة. للأسف احنا بالظبط. عندنا أنا في ماركتينج في مصر، أنا بشوف م. المنافس بتاعي مين، فأنا عايزة أبقى كوبي بيست. طب ما نطلع بره بالظبط. أنت، نطلع وأنت بره تبقى الصندوق. ناجح، وهيبقى عندك الأي دي بتاعتك أنت. بالظبط بالظبط صح كده. بلاش إن أنا أبقى ماشية في نفس التراك، ما يمكن التراك اللي هو ماشي فيه غلط، هو بيقلد وخلاص. طب ما تيجي أنت تعمل م. حاجة، دايما الناس بتحب الحاجات المختلفة، اعمل أنت حاجة بالظبط. مختلفة.
بالظبط. اللي هي ايه، الشوشره، الناس بتحب الشوشره، فانت اعمل شوشره لنفسك هتيجي، بس برضو مش بخالف عادات ولا تقاليد مجتمع اه ولا بالظبط، اخلاقيات كل ولا واحد اه خالص، بس بما يناسبني، وامشي في تراك تاني غير التراك اللي هم ماشيين فيه. يعني دايما الصح هتلاقي فيه واحد، بس بعد كده انت هتكون القائد، انتوا الاتنين بالظبط. هتتجمعوا في الطريق. بالظبط. لا مفيش كده. ومشكلتنا ان احنا ما عندناش كمان مرونة في القرارات. ده حقيقي. انا جايبك ايوه. تشتغل، فانت هتمشي اه بدماغك انا. طيب انت بالظبط. حضرتك دماغك مثلا دماغ سيل او صاحب شركة اكتر، فانت عايز تكسب أكتر. بالظبط. انا دماغي ماركتينج، مهم. انت دماغك شايلة موظفين وشايلة حسابات وشايلة حاجات كتيرة قوي. انا دماغي شايلة تسويق بس، قسم من ضمن الحاجات اللي انت شايلها، او اللي بالظبط. بمعنى اصح اللي هم متجاهلين واللي بتدخل لك الايرادات بتاعت الشركة. بالظبط. مم. هم متجاهلين الحتة دي قوي. لا فانت اشتغل بدماغي انا. بس ساعتها بقول يا باشا هتشيل المسؤولية، انا هتشيل المسؤولية، مسؤولية والله نتائج. العظيم بيرجعوا يرموا اللوم. وبيرجع يرمي اللوم، انا عارف، بس ساعتها يبقى ايه، احنا يعني بنحط النقط على الحروف من الاول. والله انا لو فعلا عملنا بحط نقطي على الحروف. اه وان انت عايز بقى، انا قلت لك ودوكيومنتد الصح. بقى يا انت باشا. كانت كلمة دايما دكتور رامي كان يقولها: اعرف الصح آه. وخليك جواه. بالظبط. انا بطرح بالظبط. وجهة نظر وانتوا حرين، اه خدها وارميها، انا ما بفرضش عليك قرار، بس انا قلت لك الصح بس. بالظبط. الله يهدينا ويهديهم. ان شاء الله ربنا يهديهم. بس والله يعني بقى في مرونة شوية، بس ما بقاش. بقيت بشوف مرونة لما كنت انت بتتكلم في الكوزماتكس والحاجات دي. مم. لا الناس بدأت تبتكر في الحتة دي قوي، في حتة الكوزماتكس. اه بدأوا يبتكروا، بدأوا. الناس بقى في وعي شوية. اه وحتى خصوصا. البراندز التانية بدأت تجيب ناس منها. بالظبط. مم. يعني انا كان في، مع انها مقاطعة، اوكي، تمام. بس كوفي ميكس كانت جايبة ام خالد از بلوجر تعملها، امم مثلها في اعلان رمضان. فانا كوفي ميكس هي عارفة ان هي بتخاطب الناس اللي هي العادية الصبح، اللي هي خمسينة النسكافيه ومش عارفة ايه، فهي جابت اه ناس منهم. بالظبط. فدي كانت خطوة حلوة جدا. هي عجبتني مع انها مقاطعة، بس يعني لما ايوه تطلع مش بره مشكلة الصندوق. حتة اه المقاطعة، اطلع احنا هنا بره بنتكلم الصندوق، على فانا بالظبط. حسيت يعني. اه فهو زي ما كده كان دكتور رامي بيقول لنا دايما يا جماعه، العميل بتاعك لو هتعرف تطلع له من الحنفيه وهو بيغسل وشه الصبح اطلع اه له. فشوف الطريقه اللي توصلك للعميل ووصل له بيها. دي تمام. حقيقة. آه في حد عنده اي برضه تعليق او اي حاجه بخصوص السلايد دي، او حابب يشارك بوينت في يوم مثلا معينه؟ اوكي، نخش على السلايد اللي بعدها عشان نلحق نخلص قبل العشاء ان شاء الله. طيب، في عندنا في عندنا حاجتين مهمين جدا لازم نخلي بالنا منهم. هما سؤالين العميل بيسألهم لنفسه جوه دماغه. تمام. العميل بيسأل نفسه حاجتين: هو أنا ليه أشتري منك أنت؟ والسؤال التاني: ليه أشتري المنتج بتاعك أو الخدمة بتاعتك؟ يعني ليه أشتري منك أنت كشركة مثلا إكس، ما أشتريش من المنافس؟ أو ليه لما أشوف الأد كابي بتاعتك يعني اصدق الاد كوبي بتاعتك واخد معاها اكشن، ما اخدش اكشن مع اد كوبي بتاعت حد منافس؟ وليه اصلا اشتري البرودكت بتاعك او السيرفيس اللي انت بتقدمها لي؟ اوكي. ده يعني ايه تو بيسك كويستشنز لازم بيجوا في دماغ العميل وهو في اي رحله شرائيه، اي رحله شرائيه لاي برودكت في الدنيا. خصوصا لو برودكتس مثلا بتبدا مثلا من 500 جنيه وانت طالع او حاجه زي كده، ممكن يبتدي العميل يسال نفسه الاسئله دي. اوكي. طيب انا ليه اشتري منك انت؟
تمام. فهنا لازم يكون في حاجه بتميزك عن المنافسين، اللي هي يونيك سيلينج بوينت بتاعتك، او الديفرنشيشن بتاعك، انت مختلف ومميز في ايه عن المنافس بتاعك. يعني انا رايح اشتري مثلا لابتوب مثلا، او رايح اشتري لابتوب، او رايح مثلا داليا مثلا هي بروكر مثلا على سبيل المثال، ورايح معاه مثلا اشتري عقار، اشتري وحده عقاريه، فانا عندي بيت الوطن في التجمع الخامس وما اعرفش عندي ايه تاني، فليه اشتري الشقه دي وما اشتريش الشقه دي؟ دي حاجه، دي ليها علاقه بالشركه. طب ليه اصلا اشتري مع داليا وما اشتريش مع حد تاني، مع بروكر تاني، وهكذا. فممكن لازم يبقى داليا عندها يونيك سيلينج بوينت معينه، من خلالها انا اقدر اصدقها وبليف ان هي بتساعدني ان انا اختار اكتر حاجه مناسبه ليا وتحقق لي الاهداف بتاعتي، و... وابقى مصدق انها مش هتضحك عليا. اوكي، ده ممكن يحصل ازاي؟ ممكن لما مثلا داليا تبتدي انها تنزل كونتنت كبيرسونال براندنج ليها، مثلا از بروبرتي كونسلتنت، حد استشاري مثلا في العقارات وهكذا، وبتقدم فاليوز، وبتقدم educational posts وeducational وانفورميشن رهيبه بتساعد العميل في، حتى لو مش لو ما بشتريش مع داليا. بس انا اتبنى في عقلي حاجه مهمه جدا، هي إيه؟ ان لا، داليا باين عليه حد صادق، حد شاطر، مش عارف ايه، ممكن حاجه تانية، الورد اوف ماوث مثلا، وهكذا. فانا لازم يكون في عندي حاجه بتميزني عن المنافس، عشان العميل لما يجي يشتري ويتحط ما بين اختيارين، انا او المنافس بتاعي، يختارني انا، ما يختارش المنافس. طبعا الامور دي كلها يبقى ليها ورك شوبس وهكذا، بس احنا بنهايلايت كده على كذا حاجه. تمام. فهنا اليونيكنس، وليه اشتري البرودكت بتاعك والسيرفيس بتاعتك، هنا الحته بتاعت الاولانيه اللي احنا قلنا عليها، البيربس. ايه الهدف؟ ايه الغايه؟ هساعد العميل بتاعي ازاي في البرودكت او السيرفيس عشان يشتريه. هنا ليه يشتري مني انا؟ ايه اليونيكنس اللي عندي اللي تخليه يشتري مني انا، ما يشتريش من المنافس؟ تمام. والمسج بقى تبقى كلير. هنلاقي ان احنا الورك شيب كلها بتسمع مع بعض، وان شاء الله في الورك شيبس الثانيه هنلاقي كل حاجه بتسمع مع بعض. اوكي. في عندنا حاجه تانيه، وهي المعادله بتاعت الفاليو. اي عميل في الدنيا طول ما الفاليو تبقى عاليه في عينيه، طول ما بيبقى قرار ان هو يشتري سهل. فانا مثلا لما اجي اقدم بيس اوف كونتنت او اد كوبي فيها فاليو عاليه قوي، تمام، العميل احتماليه ان هو يصدق الاد كوبي دي ويبتدي ياخد وراها اكشن انا اقول له عليه، بتكون عاليه. فيما معناه الكونفرجن ريت بتاعها هيعلى. تمام. طب انا ازاي ازود الفاليو بتاعت الفاليو في الكونتنت بتاعي، او في الاد كوبي بتاعتي، او في الكونتنت استراتيجي بتاعتي في العموم، علشان اقدر من خلالها ان انا ابني اسيت قوي يقدر يحقق ارباح، ويقدر يبقى فاليبل، ويقدر يكون فاليبل للعميل. الايكويشن بتقول ان انا الفاليو ايكوال جين ماينس بين، مكسب ناقص الم. اوكي. فطول ما المكسب، خلينا بس ايه، طيب، ده مكسب، خلينا هنا احسن. المكسب ده كل ما هو زياده، والبين كل ما هو قليل، الفاليو نفسها ايه؟ بتعلى. اوكي. فانا عشان ازود الفاليو يبقى بزود في الجين فماينس في البين. حلو. طب ندي مثال على الموضوع ده. مثلا انا عايز انا كمحمد عبد الرحمن مثلا عايز اشتري موبايل مثلا، هصور بيه ريلز علشان اقدر ان انا انزل كونتنت على السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعتي، عشان اقدر افيد بيها العميل، سوري، الكونتنت كرييتورز مثلا، والسمول بزنس اونرز اللي هم مش قادرين يعينوا كونتنت كرييتورز. اوكي. فانا واضح وصريح اهو. فبقلب على السوشيال ميديا، فلقيت مثلا دريم 2000 منزله، بتقول مثلا كاميرا موبايل في نفس اداء الكاميرا الاحترافيه. اوكي.
50 ميجا موبايل مثلا اكس جايب 50 ميجا بكسل، هيساعدك ان انت تصور فيديوز بكواليتي عاليه جدا كانك بتصور بكاميرا بروفيشنال. تمام. فهو اول حاجه، اول حاجه اتكلم عن حاجه تخصني انا عايزها، انا بدور عليها. تمام. بس انا خايف مثلا السعر بتاع الموبايل يكون عالي، فيروح جاي مثلا وهو مثلا دارس الباير بيرسونا بتاعته والتارجت اودينس بتوعه، وعارف ان الموبايل هم قادرين يجيبوا مثلا موبايل في رينج مثلا 10000 جنيه. تمام. فيقول لك مثلا موبايل ب 12000 جنيه وعليه مثلا خصم اكس، فهيبقى بعد الخصم 10000 جنيه. فهو عمل ايه؟ ومثلا لفتره محدوده او لمده مثلا 24 ساعه او 48 ساعه، كل الحاجات دي بتزود المكسب بتاعي. ده انا لو لحقت ان انا اروح في 48 ساعه هاخد موبايل عليه خصم، بدل ما هو 12000 جنيه هاخده ب 10000 جنيه، واقدر استخدمه في ان انا احقق الاوبجيكتيف بتاعي اللي انا عايز اصور ريلز مثلا وفيديوز ومش عارف ايه. اوكي. طيب القلم خف ليه؟ لان انا مثلا مثلا لو انا مثلا كده سامعني؟ صوت تمام؟ سامعني؟ مم. هو دلوقتي الصوت تمام. اوكي. طيب انا دلوقتي مثلا دخلت امتحان وخلصت امتحان ومستني النتيجه، وفي دماغي ان انا هجيب 50%. تمام. في دماغي ان انا هجيب 50% لان انا ما حلتش حلو مش عارف ايه، ولقيت نفسي جايب مثلا 70%. واو، انا كده جامد. بمعنى ايه؟ انا حاسس ان انا كسبت. تمام. طب انا لو حاطط مثلا اكسبكتد 90% ولقيت نفسي جايب 60%، هحس بندم. ليه؟ لان انا كان التوقع بتاعي عالي. فمثلا لو انا جه العميل بيكلمني في الكونتنت مثلا عن الموبايل، ان هو موبايل جامد قوي 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 وبيعادل مثلا كاميرا بروفيشنال تصور بيها ومش عارف ايه، فانا الاكسبكتيشنز بتاعتي عليت في السعر، وهو ده اكتر حاجه ممكن بتسبب الم لاي حد بيشتري اي برودكت في الدنيا. ثانيه يا جماعه. تمام. فانا حصل عندي اكسبكتيشنز عاليه جدا. من خلال الاكسبكتيشنز دي آه، ثانية. تمام. فهو ابتدى يقول لي والله يا باشا ده انت هتاخد موبايل جامد قوي. وانا صدقته، وانا مثلا سمعت عن الموبايل ده كلام كويس فانا مصدق اصلا واشتري. طب جه في دماغي الموبايل اخش له في 20000 جنيه، لقيته لا بيقول لي ده ب 12000 جنيه. هو ده الجين عندي المكسب عالي. تمام. وعليه خصم مش عارف كام في المية، 25%، فهتاخده بدل مثلا 12 هتاخده ب 10000 جنيه. واو، ده المكسب عالي زياده. 48 ساعه تلحق تاخده بالخصم ده. واو، ده انا لازم اتحرك بسرعه عشان الحق اخد الموبايل مثلا. اوكي. فهو ابتدى يشتغل على ايه؟ ان هو يزود المكسب. احس ان انا هاخد مكسب عالي مكسب عالي مكسب عالي، القلم بتاعي بيقل جدا، فبالتالي الفاليو بتاعي، الفاليو بالنسبه لي بتزيد، وانا هبتدي اخد قرار بناء على الايكويشن دي ان هو لاعب عليها صح. اوكي. طيب ليتس ورك اون ات بقى، تعالى نشتغل. هي هنا بقى الكور بتاع الورك شوب اصلا، اللي هو ازاي انا احول فيتشرز لبنفيتس. تمام. اللي فات هو تمهيد للعمليه نفسها بتبقى ماشيه ازاي. هنا بقى احنا بنتكلم في الحته بتاعت هنا الكلام العملي بخصوص ان انا ازاي احول فيتشرز لبنفيتس. هنا ده مثال على ايفون. تمام. الايفون مثلا كموبايل مكون من ايه؟ مكون من فريم مثلا معدن، مكون من مش عارف ظهر زجاجي ولا معرفش ايه، في كاميرا، 3 كاميرات، في فلاش، في
شاشه مش عارف ايه، نوتش ايه، وهكذا. في منه مثلا الواحد تيرا، في ال 512 جيجا بايت، في 1 اس اي ام، وفي 2 اس اي ام. تمام. اللي انا اتكلمت فيه ده فيتشرز ولا بنفيتس؟ مين يقدر يقول لي في الشات سريعا؟ فيتشر. حد تاني هيشارك؟ عبد الله بيقول فيتشر. بنفيت. لا شرط بس. طيب، اللي انا قلت عليه دلوقتي هو فيتشرز مش بنفيتس. اوكي، ليه؟ انا كعميل، انت هتقول لي موبايل 8 جيجا بايت. انا مثلا خلينا نتقمص دور العميل، put yourself in customer shoe. فانا عايز موبايل اقدر من خلاله ان انا لما اروح ميتنج مثلا مع كلاينتس وكده، يبقى عندي ايمج كويسه قصاد الكلاينتس دول. اوكي. فراح لمحل موبايلات مثلا، وات ايفر هو ايه. انا بقى ماليش اصلا في الموبايلات، ورايح لمحل موبايلات. تخيل معايا الموقف. فدخلت بقول له عايز موبايل. فنفترض ان السيلز اللي واقف شاطر، واد بياع مخضرم. طيب حضرتك في مواصفات معينه بتدور عليها؟ والله بص، انا عايز موبايل يكون شكله شيك، وهكذا. طب حضرتك شغال ايه؟ والله شغال مثلا ديجيتال ماركتنج مثلا. يعني حضرتك مثلا بتنزل بتقابل كلاينتس كده، ولا حضرتك مكانك شغلك في المكتب؟ لا والله بنزل مثلا ان انا ابتدي ايه، اتقابل كلاينتس وافتح شغل والكلام ده كله. اوكي. طيب يا فندم، انا مثلا ايه، هنبتدي نتكلم عن الايفون. ايفون كاسم هو فيتشر. البنفيت بتاعته ايمج، ان هو بيديك ايمج. تمام. فانا ابتدي اكلمه مثلا عن ده جهاز ايفون 14 برو ماكس مثلا، جهاز تكلفته كذا، سعره كذا. الجهاز ده من اكتر الاجهزه اللي بتدي للانسان اللي ماسكها ايمج عاليه جدا. تمام. بيكون ليها هيبه في حضورها في اي وقت، في اي لحظه. فاهمني؟ فحضرتك هتقدر مثلا وانت لو داخل اجتماع ماسك في ايدك، ماسك مثلا في ايدك ايفون، ده هيحط صوره ذهنيه عن حضرتك مثلا في ذهن العميل بطريقه ما مثلا. ان انت حد مثلا بروفيشنال قوي، ان انت حد معاه فلوس، ان انت حد مثلا عنده قيمه اجتماعيه عاليه، وهكذا. تمام. فدي ايه، فيتشرز اللي هو ايفون بالكاميراز بقى، كل حاجه ايفون ابل اللي هي التفاحه في الاخر، اللي هي الرسمه بتاعت التفاحه. هنعمل فيتشرز البنفيتس. تمام. طب لما اجي مثلا واحد بيدور على جيمز مثلا، ف والله في مثلا موبايل في جيمز وفئه اقتصاديه مثلا. ففي مثلا موبايل اكس واي زد، الموبايل ده جاي بمعالج مش عارف سناب دراجون ايه، رامات مثلا 12 جيجا. دي فيتشرز لحد هنا. بس هنا هقول له على حاجه مهمه قوي. انا قلت له الفيتشرز ايه، البروسيسور بتاعه والبتاع ده يقدر يشغل معاك ببجي مثلا على 90 فريم. تمام. يقدر مثلا ان انت تلعب عليه مثلا، ما اعرفش ايه العاب تانية ممكن تكون تقيله، كول اوف ديوتي مثلا على اعلى جرافيكس ممكن تشتغل عليها، وما يعملش لاج معاك وانت بتلعب خالص. فهتلاقي ان انت بتلعب بشكل سموز جدا، سهل، كانك بتلعب بجهاز امكانياته اعلى بكتير من اللعبه نفسها. فانا ابتديت ارسم له صوره ذهنيه، صوره جوه دماغه، واحاكي موقف جوه دماغه وهو بيلعب. فتخيل مثلا نفسك وانت قاعد ماسك موبايل، الموبايل ما بيلاكش معاك خالص علشان هو 12 جيجا بايت رامز، وسناب دراجون مش عارف كام جي، وهكذا، وقاعد بتلعب وبتكسب ونمبر 1 مثلا على الروم اللي انت فيها، علشان الجهاز بتاعك مثلا امكانياته 1 2 3 4 5. تمام. طيب انا بقى عندي حاجتين مهمين جدا. الفيتشرز من الكلام اللي احنا قلناه هي facts facts about البرودكت او السيرفيس. الموبايل فيه كاميرا، فيه رام، فيه ماذر بورد او بورد،
في تاتش سكرين، في مكان الاس اي ام، في مساحه داخليه. فدي فاكتس، حقائق عن البرودكت بتاعك. العقار، في بوابه، في غرف، في مثلا لوكيشن ليه، في مش عارف. تمام. متشطب سوبر لوكس. كل دي الواجهه رخام. كل دي فاكتس. تمام. مثلا هتطلع معانا عمره، فمثلا هنوفر لك خدمة الانتقال السريع الانتقال بقطار الحرمين السريع، وفي معانا مشرفين دينيين. كل دي فاكتس. هتلاقي الناس بتتكلم في الفاكتس. لا، انا عايزك بقى تتكلم في البنفيت. البنفيت اللي هي ايه بقى؟ reasons to buy. اشتري ليه؟ انت بتقول لي في فاكت اهي، ان الموبايل ده 16 جيجا رام مش 8. 8 ولا 16 اي حاجه. اوكي. اديني بقى الريزن ده انا اشتريه عشان هو اصلا 16 او عشان هو اصلا 8. ايه السبب اللي خليني اشتريه عشان هو 8 ولا 16 لما انت بتقول؟ تمام. بس خلي بالك ان الريزن ده هيكون about ايه؟ about improving their lives. about improving their lives. طب انا ازاي بقى اقدر اعمل ده؟ ازاي اقدر احول features من فكرة facts لbenefits، اللي هي فكرة reasons to buy about improving my customers' lives؟ هنا هيجي دور السؤال ده لو حد خد باله منه. so what؟ فتخيل معايا بسهولة كده بأبسط حاجة ممكن نتخيلها للموضوع ده. إيه هي؟ الموبايل ده 8 جيجا رام. so what؟ وبعدين يعني هيعمل لي إيه؟ هيفيدني بإيه؟ اللي هيجي بعدها هو غالبا بنفيت، ولو ما جاش بعدها بنفيت فاللي بعدها هتبقى بنفيت، وهكذا. تمام. فمثلا الموبايل اللابتوب مثلا ده، لو حد ما مش عارف حد مهتم باللابتوبس ولا لا، مثلا الشقه دي مساحتها 120 متر. سو وات؟ يعني اعمل ايه 120 متر؟ يعني مساحه واسعه جدا، تقضي حوالي 3 اوض وصاله وتو باث رومز مثلا، ومساحتهم تكون واسعه. صوت. وبعدين يعني هتقدر ان انت يكون في مثلا تهويه كويسه للبيت، مش هتحس البيت مخنوق. لو حتى عندنا اولاد مثلا كتير نقدر هيبقى معانا مساحه مثلا نقدر ان احنا نعمل الديكوريشن اللي احنا عايزينه. وهكذا. صوت. وبعدين هتلاقي اجابات تانية بتظهر. تمام. مثلا الشنطه، شنطه الظهر دي بتشيل شنطه الظهر دي شنطه كبيره. صوت. وبعدين هتقدر تحط فيها اللاب بتاعك حتى لو هو 17 بوصه، لان الشنطه بتشيل 17 بوصه. صوت. فمثلا ان انت بسهوله وات ايفر اللاب اللي معاك هتقدر تحطه في الايه، في الشنطه. وكمان في مثلا ثلاث سوست مثلا. صوت. هتقدر ان انت في سوسته تحط اللابتوب مثلا ومش عارف ايه وايه. السوسته الثانيه هيبقى برضو فيها مساحه ان انت تحط معاك مثلا لو هيدفون، لو مش عارف كتاب، لو ايه. وفي سوسته ثالثه لو مثلا معاك مبلغ مالي مستخبي كده في الظهر، فما مش هتتسرق. اوكي. في مسج. حلو قوي. حلو قوي. ده سؤال بقى ايه؟ مخضرم. اقول بقى الفيتشرز ولا البينيفيتس في الكونتنت بتاعي؟ هنا ملهاش حكم. بمعنى انت تقدر يا اما تقول الفيتشرز وتقولها ببنفيت، يا اما تقدر تقول بنفيت على طول. اوكي. بس مش هقول الفيتشرز بس، دي اهم حاجه. ليه؟ لان الفيتشرز بس اللي هيفهمها هو واحد دارس في الموضوع، واحد خبير في الموضوع. بمعنى ايه؟ انا مثلا من وانا صغير بحب الموبايلات مثلا، فهتيجي تقول لي معالج سناب دراجون مثلا مش عارف كام جي، فانا هعرف ان المعالج ده بتاع العاب. هتيجي تقول لي مثلا في اللابتوب مثلا او البي سي مثلا، مؤخرا عشان دخلت في رحله كده طويله بشتري من خلال اللابتوب، فهتقول لي مثلا كارت الشاشه اللي فيه نفيديا جي تي اكس او ار تي اكس، فانا هفهم الكارت الشاشه ده رايح فين. تمام. هل معظم الناس كده؟ لا. ده ممكن تلاقي 1-2% من الناس كده، اللي هي بتدور جامد قوي قبل ما تروح تشتري. يعني انا فاكر لفيت
حوالي 3 4 مرات في مول بستان ومش عارف ايه، واسال اونلاين وكده عشان اكون انفورميشن بس عن البرودكت اللي انا هجيبه او اللابتوب اللي انا هجيبه، والسعر والاسعار بتاعته هتبقى في رينج عامله رينج عامل ازاي. تمام. مفيش حد بيعمل كده، قليل قوي لما تلاقي حد بيعمل كده. اوكي. ف... فعشان كده ما ينفعش اقول الفيتشرز ليه، لان انا خسرت معظم العملاء بتوعي، وان هو دخل سالني اصلا. تمام. لما كنت بشتري اللابتوب، فناس كتير كانت مثلا تخش والله مثلا كنت بسال على واتساب مثلا اللابتوب الفلاني، يخش يقول لي مثلا كور اي 7 كور اي 7 8850 اتش مثلا، 1 تيرا اس اس دي ام 2، نفيديا ام اكس مش عارف 130 وهكذا. طيب معلش، حد فيكم محتاج يشتري لابتوب، هل هو عارف حاجه من خلال الحاجات اللي انا قلتها دي، او عارف يتصور او يتخيل الجهاز بتاعه يقدر يعمل ايه؟ في الغالب لا. تمام. هنلاقي مين المهتم باللابتوبز اصلا، واللي واخد شوط كويس فيه وبيبحث وبيدور لان هو ده اهتمامه، هو اللي فاهم قوي فيه. في ناس تانية بتشتري لابتوبس وبتشيل لابتوبس، بس هي مش هوايتها اصلا، انا جايبه عشان الشغل يا معلم، صباح الفل. تمام. فهنا هحدد الباير بيرسونا بتاعتي. تمام. بعد ما احدد الباير بيرسونا بتاعتي، ابتدي ان انا اجي هنا، دي بقى النقطه الفيصليه في الموضوع. ابتدي ان انا اجي هنا، خلاص كفايه، خلاص. هنا كده ادي 1 2 3 4 5 6، وابتدي اطلع الفيتشرز بتاعتي، فيتشر 1 فيتشر 2 فيتشر 3 فيتشر 4 وهكذا. وكل فيتشر جنبها السو وات. انا مش عارف أكتب إيه. تمام. كل فيتشر جنبها ايه؟ سو وات. وبعد ما السو اجاوب فيطلع لي بينفيت، ممكن سو وات تاني جنبها وتطلع بينفيت وهكذا، لحد ما تلاقي نفسك وصلت فيتشر سو وات بينفيت، فيتشر سو وات بينفيتس. اجي بقى من خلال البينفيتس اللي طلعت لي دي، اقدر ان انا اطلع كونتنت. تمام. سواء زي ما نهاد سألي، اكتب الفيتشرز ولا لا، ولا اكتب الفيتشرز لوحدها ولا البينفيتس لوحدها. لا، ممكن تكتب فيتشرز و... وتقول بعدها مثلا، يعني موبايل مثلا 8 جيجا رام، يعني ايه؟ هتقول طب موبايل 8 جيجا رام يعني مثلا تقدر ان انت تشغل العاب، الالعاب اللي انت عايزها، زي لعبه بابجي لحد 90 فريم. تمام. هو هيفهم دي لان بالنسبه له دي البينفيت. لو هو واحد بيحب يلعب جيمز وبيحب يلعب ببجي، ده البينفيت بالنسبه له، ان انا عايز لعبه، انا عارف انا جوه اللعبه وبلعب وعارف يعني ايه 30 فريم و60 فريم و90 فريم، وجربت ال 90 فريم عند واحد صاحبي، فعارف الاداء بتاعه عامل ازاي. تمام. فانا بتكلم باللغه بتاعته هو. حلو. هنا time to start selling. make sure that you have defined your buyer persona. حدد الباير بيرسونا بتاعتك. start generating your copy. المفروض هنا ده فيل فري، يعني انت كده مساحه تطبق فيها على على اللي فات ده. بس احنا ايه، يعني ممكن نخليها كتسكيه علشان صلاه العشاء، بس نلحق صلاه العشاء و... ونبقى ان احنا نبص عليها يعني مع بعض. تمام. فهنا في الفري يعني ايه، انا كان المقصد هنا كل واحد فيكم شغال على في شركه معينه، او شغال على برودكت معين او سيرفيس معينه، فيبتدي يقول مثلا ممكن مثلا البرودكت الفلاني الفيتشرز بتاعته، فيقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كل فيتشرز، كل فيتشر واحده منهم ايه البنفيتس اللي فيها، فكذا كذا 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 كذا. فهنا الفيل فري. اوكي، ان انت هتعمل ده مع نفسك وتبتدي تتكلم فيه وهكذا، بس عشان احنا ايه الوقت معانا. حلو. بس ف وبعدها بقى تبدا ان انت تحط ايه، تبدا تكتب الاد كابي بتاعتك. طيب يا محمد، انت ما قلتلناش ازاي نكتب اد كابي اصلا بالبنفيتس بتاعتنا دي. ده اللي هيتم ان شاء الله طرحه في الورك شوبس الجايه. الهدف من الورك شوبس اللي انا عاملها مش كورس احنا ماشيين من اوله لاخره، لا ده ورك شوبس معينه
بنهايلايت بيها على شويه حاجات. انا كمحمد مثلا عندي نقطه ضعف في كذا، تمام، فيلا ناخد ورك شوب فيها. مش بقى ما بعرفش اعمل ستوري تيلينج، ما بعرفش اكتب ستوري تيلينج، فيلا ناخد ورك شوب فيها. ما بعرفش ان انا اطلع هوك يشد العميل بتاعي بشكل قوي، فيلا ناخد ورك شوب فيها. مش عارف ازاي ان انا اكتب بفريم ورك معين مثلا، او ايه الفريم وركس الموجوده للكتاب، فيلا ناخد ورك شوبس فيها. فاحنا بنهايلايت مع بعض الايشوز اللي عندنا مثلا، او نقط الضعف اللي عندنا، او الحاجات اللي احنا حابين نثقل المهارات بتاعتنا فيها، وبنبتدي نشتغل عليها. هنا بقى، هنا المطلوب، واتمنى ان ده يعني اتمنى تطبقوا ده وتعملوه ونبتدي نشتغل عليه مع بعض. هو ان انت هتديفاين بيرسونا واحده بس، ويفضل ان انت تختار اي منتج او اي خدمه ينطبق عليها كل الكلام ده طبعا. اي حاجه في الدنيا ينطبق حتى الكلام بيني وبين حد. لما اجي اقول لك يعني مثلا انا وزوجتي مثلا، ممكن نكون بنتكلم في حاجه معينه، ممكن اتكلم بطريقه تبين ان انا الاجمد، وممكن ابقى اتكلم بطريقه هي انا الاجمد بس انا مبين مثلا الشخص اللي قدامي هو الاجمد. فاهمني؟ يعني دي مش بتنطبق مثلا على العلاقه بين في الزواج، انا وحد صاحبي مثلا، او مثلا خلاف بيني وبين حد صاحبي، تمام. فعلى اي منتج او اي خدمه هينفع. جربي اي منتج او اي خدمه، لو في حاجه وقفت قصادك قولي لي دي وقفت قصادي ما عرفتش اعملها، تمام. فانا اللي انا اتمنى اشوفه منكم بصراحه، عايز بيرسونا واحده عن عن الشركه بتاعتكم، او عن المنتج اللي انتوا شغالين عليه، او السيرفيس اللي شغالين عليها. طلع لي بين بوينت ليها، للبيرسونا دي. تختار فيتشر من البرودكت بتاعك اللي انت بتقدمه، او السيرفيس اللي انت بتقدمها للبيرسونا دي، ويكون بيكفر البين بوينت بتاعتها. واسال نفسك سوات علشان تقدر تخرج البينيفيتس منها. وابدا اكتب start writing your uniqueness copy. اكتب الاد كوبي بتاعتك بناء على الخطوات دي. واتمنى يعني تعملوا ده وابعتوا لي ابص، يعني نبص عليه ونبتدي ايه، نشوف الحاجات دي مع بعض هتبقى عامله ازاي. تمام. ده كده بخصوص ايه الورك شوب الخاصه ب how to convert features to benefits. ووصلنا كده لنهايه الورك شوب. ولو في بقى حد عنده اي سؤال او اي حاجه حابب يسال فيها سريعا، يا ريت يتفضل. في حد واقف قدامه حاجة، محتاجين حاجة نعيد شرحها تاني؟ آه. حلو. كله تمام. شكراً. الله يبارك لك يا نهاد، تسلم. الله يخليك. في حد تاني محتاج عنده أي سؤال أو حاجة؟ طيب، على خير. بشكركم جدا. الله يبارك فيك يا دري، الله يخليك يا رب. أشكركم جدا على إن أنتوا حضرتوا الورك شوب واهتميتوا بيها. وأتمنى بجد يكون حتى في حاجة صغيرة استفدتوا منها من الورك شوب. وشكرا إن أنتوا كملتوا طبعا للآخر. وأتمنى بإذن الله نشوف الحاجات دي مع بعض اللي إحنا اتكلمنا فيها. وفي أي مقترحات كده كده هنزل بتاع ده، هبعت مسج على تليجرام لمقترحات الورك شوبس اللي احنا هنكون اللي محتاجينها، ونختار ورك شوب منهم ان شاء الله نشتغل عليها. تاني بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.